الأثر الأساسي الذي نعتبره الأثر الأساسي والعلاقة الموجودة بين الجزائر وفرنسا. العلاقة ليست لا اقتصادية ولا سياسية ولا شيء، العلاقة أساسا هي ثقافية. ويمكن أنني آتي بحجة قالها دوغول أيضا، قال في سنة 62 عندما كادت المفاوضات أن تنتهي، وهو كان طوال المفاوضات كان يركز على النقطة كيف يمكن أن يترك الفرنسية كأنها لغة ثانية أو رسمية أو وطنية في الجزائر. فقال لأحد مستشاريه، وهذا النص مكتوب موجود عندي طبعا هنا، الوقت لا يكفي أننا نعطي بالتفصيل المرجع، يقول لو أخير بين بترول الجزائر وصحرائها، أقصد ثرواتها الطبيعية، واللغة الفرنسية فأخذ اللغة الفرنسية، لأن اللغة الفرنسية ستجعلني أستحوذ على البترول وأبقي الاقتصاد في يدي. إن ضاعت الفرنسية يذهب مع البترول. هذا هو الذي يمكن أنني أثبت به وأؤكد أن لفرنسا حضورا قويا في الجزائر، إلى درجة أنني أقول بأن حضور فرنسا في الجزائر ثقافيا فاق كل تصورات، حتى ربما لدى الناس الذين قاموا بهذه الثورة في الجزائر من أجل أن يجعلوا الجزائر تعود إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال 1830. لأن في بيان أو النوفمبر الذي على أساسه كانت الثورة يقول لتعود الجزائر إلى ما كانت عربية مسلمة وتحقق وحدة المغرب العربي في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. إذن في الثورة نفسها قامت لكي تسترجع الجزائر من بوتقة ومن محيط فرنسا ومن تابعة للدولة الفرنسية إلى أن تصبح مستقلة بذاتها بلغتها ودينها وهويتها.